الفيلم بيبدأ معانا بلونج وهو قاعد مع شوية رجالة من عصابة بيلعبوا قمار، بس اللي ما نعرفوش إن لونج ده ضابط سري متخفي. في القمار كان واضح إن حظه زفت النهاردة وعمال يخسر كل الفلوس اللي معاه، وهنا بقى يان زعيم العصابة استغل الموقف وقال له كل مرة هتخسر فيها فلوس هعذب لك واحد من صحابك. وفعلا بنشوف يان ماسك صحاب لونج وبيعذب فيهم من غير أي رحمة، وشوية والحال بيتشقلب مع لونج وبيكسب كل الفلوس اللي خسرها. ساعتها بيقول ليان إنه كده لازم يسيب صحابه يمشوا، لكنه بيتفاجئ بيان بيرد عليه ويقول له ان ده مش هيحصل غير لما يتخانقوا هما الاتنين قصاد رجالته. لونج بيضطر انه يواجهه، وهنا بنكتشف ان لونج ده معلم في الفنون القتالية واساليب الكونغ فو، بس بنشوف ان يان هو كمان مقاتل جامد لدرجة انه كان مسيطر على لونج وكان خلاص هيديله الضربة القاضية، لكن لونج بيفوق لنفسه ويلم قوته تاني وبيهجم على يان بكل قوته ويوقعه على الارض ويفضل يضربه فيه لحد ما يغمى عليه. لونج كان لسه هياخد صحابه ويمشي بس ملحقش، لان رجالة يان سحبوا أسلحتهم كلهم وهجموا عليه عشان ينتقموا لزعيمهم. بس لونج فهم إن الجري نص الجدعنة في الموقف ده وهرب من المكان هو وصحابه اللي ما كانش فيهم حتى سليمة. وفي اللحظة دي بيوصل الضابط شين وبيؤمر لونج إنه يخلع بأقصى سرعة قبل ما حد يكشف إنه ضابط سري. بعدها بشوية شين بيروح يقابل لونج وبيكون واضح إنه متضايق ومتعصب منه جدا بسبب تهوره الدايم وإنه بيورط نفسه، وبيحذره إنه شونج أخطر زعيم عصابة في المدينة ممكن يعرف حياته. بعد كده لونج بيروح البيت وبيلاقي عيلته كلها متجمعة عند أمه إيمي وبيحتفلوا بعيد ميلادها، وهو قاعد معاها بيتفاجئ إنها عرفت حقيقته وشغله السري، والموضوع ده كان مضايقها جدا لأنها عارفة الخطورة والموقف إنه ممكن يعرضهم كلهم لخطر كبير. هنا لونج بيقول لأمه إن عمل كده عشان حلمه إنه يبقى ضابط شرطة بجد، وبيعرفها إن ده هيحصل قريب وإنه لسه تحت التدريب وتعيينه مجرد مسألة وقت. تاني يوم بنشوف زعيم عصابة اسمه سوني هو وأخوه راكبين عربيتهم ومستنيين عصابة تانية زعيمها اسمه كيم. لما كيم بيوصل سوني بيطلب من أخوه ينزل يسلمه شنطة الفلوس عشان كيم يسلمه البضاعة، وفعلا ده اللي بيحصل، بس بنتفاجئ إن الفلوس مزورة. هنا كيم بيبدأ يضرب في أخو سوني وبنعرف إن سوني عمل كده قاصد عشان ياخد الفلوس والبضاعة سوا. بينزل من عربيته وبنشوف إنه فنان قتال وبيضرب كيم ورجالته وبيقضي عليهم كلهم، وبعدها هو وأخوه بيدفنوهم وهم صاحيين عشان محدش يعرف إن هو اللي قتلهم. تاني يوم لونج بيروح محل الكوافير بتاع أمه، لكنه بيتفاجئ بوجود الزعيم شونج بنفسه، وشونج كان معرعد إيمي على الكرسي وبيحلق لها شعرها. لونج كان مرعوب بس بيحاول يمسك نفسه وما يبينش. شونج بيقول للونج إنه بيعتبره زي ابنه، بس في نفس الوقت بيهدده ويقول له لو عرف يوم إنه شغال مع البوليس من قريب أو من بعيد هيكون مصيره الموت هو وأمه، وبيأمره يجيله بكرة عشان عايزه في مهمة. وفعلا لونج بيروح لشونج في مكانه وشونج بيكلمه عن سوني، وبنعرف إن لونج يعرف سوني من زمان وإنه أنقذه قبل كده من عصابة كانت عايزة تقتله. شونج بيطلب منه يراقب سوني وكل تحركاته، ولونج بيوافق على طول بس بيسيبه ويطلع على الضابط شين وبيقول له إنه مش عايز يكمل في اللي بيعمله ده عشان واضح إن المهمة دي أكبر منه. وقبل ما يمشي شين بيوقفه ويقول له إن المهمة دي لو نفذتها زي ما احنا عايزين هتاخد نشان الضابط على طول. لونج بيغير رأيه وبيسمع كلامه وبنشوفه بيروح عند المحققة ليه، ودي واحدة من أكف الضباط في المدينة وهي دي اللي هتساعد لونج في قضيته. بعدها بشوية بيخبط الضابط فونج اللي مهمته يحقق في القضية بشكل رسمي، وفونج بيقعد مع لونج وبيحكي له كل حاجة محتاج يعرفها عن سوني، وبيعرفه إنه شغال في كل حاجة شمال زي تجارة الأعضاء والمخدرات. هنا لونج بيقول لليو فونج إنه يعرف سوني من زمان وهيقدر يوقعه بسهولة، وفعلا بالليل لونج بيروح المطعم اللي سوني دايما بيقعد فيه عشان يقدر يقرب منه وينفذ مهمته، وعايز يمسك عليه دليل إن هو اللي قتل كيم اللي اختفى والشرطة شاكة فيه. وهو قاعد على الترابيزة بيجوا شوية مجرمين يقعدوا معاه ويفضلوا يضايقوه لحد ما بعد شوية سوني بيوصل. هنا لونج بيقوم على طول عشان يفكر سوني بنفسه، وسوني بيبقى مبسوط إنه شافه بس بيطلب منه يتخانقوا عشان يثبت له إنه بقى قوي ومش محتاج حد ينقذه تاني. وفعلا من غير أي مقدمات بيتخانقوا هما الاتنين، وسوني كان باين عليه إنه قوي جسمانيا ومسيطر على لونج، لكن لونج هو كمان قوي جدا وقدر يتغلب على سوني. بعد الخناقة لونج بيقول لهم إنه داخل الحمام، بس قبل ما يوصل بنتفاجئ إن في قناص ضرب طلقة جت في واحد من رجالة سوني، وكان واضح إن سوني هو اللي كان مستهدف. هنا سوني بيبص للونج وبيشك إن هو اللي بعت الراجل ده عشان يقتله، وعلى طول بيؤمر رجالته يخلصوا عليه. رجالة سوني كلهم بيهجموا على لونج اللي بيحاول يصدهم على قد ما يقدر، ورغم إن عددهم كان كبير جدا إلا إن لونج كان قوي جدا وقال على ناس كتير منهم، لكنه لما حس إن هم بيخلصوش قرر يهرب وجري من مكان بأقصى سرعة. خرج وركب عربيته عشان يفلح بس ملحقش لأنه لقى جيش تاني من رجالة سوني جايين يهجموا عليه، وواحد من رجالة سوني
ركب عربيته ودخل في عربية لونج بقوة، بس لونج كان نط وخرج من العربية ولقى نفسه متحوط برجالته اللي كانوا خلاص هيقتلوه، لحد ما المحققة لي جت. وأول ما واحد من رجالة سوني راح يهجم عليها بنتفاجئ بمهارة لي الخارقة في الفنون القتالية، ومسكت المجرم ده ضربته بكل قوة وحرفيا كسرت له عظمه، وبعدها قبضت عليه هو وسوني ولونج وباقي المجرمين، وخدت سوني في غرفة التحقيقات وكلمته عن كيم واختفائه واتهمته ان هو اللي قتله. طبعا سوني رفض يتكلم او يقول اي حاجة، وكل ما لي تحاول توصل لمعلومة منه كان بيقفل عليها السك، وسوني بيقول لها انه اصلا كان صاحب كيم، واكيد لو اختفى او اتقتل مش هيكون ليه مصلحه يعمل كده. ليه بتتعصب جدا لانها عارفه ومتاكده ان هو اللي قتله، بس مفيش دليل يثبت كلامها. وقبل ما تخرج من غرفه التحقيقات بتطلب من شرطي انه يعمل له تحليل مخدرات. بعدها بشويه بيكتشفوا ان سوني هرب من السجن. ساعتها لي كانت قاعده مع لونج ومتعصبه عليه جدا لانها شايفاه هو السبب في كل المشاكل اللي بتحصل، بس بعد كده بيهدوا وبيحاولوا يشوفوا طريقة يمسكوه بيها. بعدها بشوية لونج بيكلم أمه إيمي عشان يطمن عليها، وبيطلب منها تسيب البيت وتروح أي مكان لأنه بقى في خطر وممكن أي حد يأذيها. ساعتها بننتقل للقناص اللي كان عايز يقتل سوني، وبنعرف إن اسمه دو وإنه يبقى أخو الزعيم كيم اللي مات، وبنتفاجئ إن شونج هو اللي كان مكلفه يقتل سوني ولونج كمان لأنه عارف إنه شغال مع الشرطة. تاني يوم بنروح للونج وهو بيتدرب على استخدام السلاح لأنه ما ينفعش يبقى ضابط شرطة وما بيعرفش يستخدمه، وهنا بتجيله ليه وبتعتذله على طريقتها معاه وبتبدأ تعلمه الطريقة الصح لاستخدام السلاح. والوقت بيعدي والزعيم شونج بيقرر يجمع لونج وسوني مع بعض عشان يصالح الخلاف اللي حصل بينهم، وبيقول لهم انه عارف مين اللي حاول يضرب عليهم نار، وبيقول لهم انه هيبعت لونج عشان يخلص عليه. ساعتها بيدخل الحمام وبيكلم دو وبيعرفه ان دي اخر فرصة ليه عشان يخلص اللي ما قدرش يخلصه اول مرة. بعدها لونج بيطلع على لي عشان يقول لها كل اللي عرفه وكل المعلومات المطلوبة عن سوني. ساعتها لي بتاخد اللي معاها وبتروح عشان تقبض عليه. ساعتها لونج بيتحرك وبيقدر يوصل لدو اللي بيكون عارف ان لونج والشرطة كشفوا هويته، وبيبدأ يهاجمه ويحاول يهرب منهم. لي بتوصل للمكان اللي دو فيه، لكنها بتتفاجئ ان دو وصل للونج وخنقه وبيهددها بيه، وبيقول لها انها لو اتحركت هيقتله. بس هنا بمهارة لي الكبيرة في استخدام السلاح بتقدر توجه طلقة مباشرة في راس دو وبتنقذه في آخر لحظة. بس للأسف سوني بيكون هرب من المكان. تاني يوم لونج بيروح يقابله وبيكون مخطط انه يقوله انه عايز يبقى واحد من رجالته، وهدف لونج من الحركة دي انه يقرب من سوني ويخليه يعترفه بكل حاجة. لكن سوني هو كمان بيسأل لونج ازاي يقدر يتأكد اذا كان شغال مع الشرطة ولا لا. لونج بيستخدم كل الطرق والاساليب الممكنة عشان يقنعه ان ده مش حقيقي، بس قبل ما سوني يوافق بيقول للونج انه لو عرف في يوم انه بيكذب عليه هيقتله هو وامه. ساعتها لونج بيفضل قاعد مع سوني وبيتكلم معاه بمنتهى الصراحة عشان سوني يرتاح له وهو كمان يتكلم معاه. وفعلا خطة لونج بتنجح، وسوني بيبدأ يتكلم معاه بصراحة تامة وبيعترف انه فعلا هو اللي قتل كيم. لونج كان لابس جهاز تسجيل وليه كانت سمع اعترافات سوني، واخيرا قدرت توصل للدليل اللي هيحبسه بيه. بس تاني يوم لونج بيتصدم صدمة كبيرة لما بيلاقي فيديو لواحد من اللي يعرفه انه ضابط سري وهو بيعترف لسوني على حقيقته. ساعتها لونج بينهار وبيعرف ان سوني مش هيسيبه هو وامه، وليه بتنصحه يتحرك لمكان امه بسرعة عشان يلحقها. ولونج بيطلع يجري من المكان، لكنه للأسف بيكون وصل متأخر لأن سوني كان وصل لإيمي فعلا وكان بيعذبها فيها بكل أنواع التعذيب عشان تقوله على مكان ابنها. بعد جري طويل لونج بيوصل بيت أمه، ولما بيدخل بيلاقي سوني ورجالته هربوا وأمه مرمية على الأرض ومفيش حتة سليمة في جسمها. على طول بيشيلها وبيجري بيها على المستشفى. لونج بيبقى منهار من منظرها وماشي في المستشفى زي المجنون وعايز ينتقم من سوني بأي طريقة، وحتى لما لي بتحاول تمنعه مش بتقدر. لونج بيعرف مكان سوني وساعتها بتحصل بينهم مطاردة عربيات قوية جدا، بس فكرة الانتقام بتبقى مسيطرة على دماغ لونج بشكل كامل، وعشان كده بيقدر يتغلب على سوني وبيزق عربيته من فوق كوبري وبتقع، ولونج بيشوفها وهي بتنفجر. ساعتها بينزل من عربيته عشان يتأكد ان سوني اتقضى عليه فعلا، لكننا بنتفاجئ ان سوني أنقذ نفسه في آخر اللحظة وقدر ينط من العربية قبل ما تقع. وبيظهر للونج وبتحصل بينهم خناقة قوية جدا وبيكون في تكافؤ في القوة بينهم، بس ده مش بيستمر كتير لأن لونج بيواجه سوني بكل قوته. وبعد معركة شرسة جدا بين الاتنين بيقدر لونج يتغلب عليه، ولونج بيبقى عايز يقتله بسبب اللي عمله في أمه، لكن لي والشرطة بيجوا وبيمنعوه وبيتم القبض على سوني. تاني يوم لي بتروح للونج ومعاها أكتر حاجة كان بيتمناها، وهي نشان الضابط بعد ما تدريبه خلص. ولونج بيبقى في منتهى السعادة بعد ما حقق حلمه أخيرا.